ومن القصص العجيبة في هذا الباب وهي عجيبة جدا ورواها مسلم في كتابه الصحيح، قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه. كان قبل إسلامه دخل مكة، وكان يسمع في الطرقات والأندية والأسواق أي مكان يذهب: محمد مجنون، محمد مجنون. فقال في نفسه وهو يسمع هذه الكلمة المتكررة، قال: إنني رجل راق، إنني رجل راقي مشتغل بالرقية، وإن الله سبحانه وتعالى شفى على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت هذا الرجل لأقرأن عليه لعل الله يشفيه على يديه. فوقع في نفسه أن يقابل محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقرأ عليه شفقة عليه ورحمة به، أراد أن يقرأ عليه لعله يشفى من هذا الجنون الذي يتحدث الناس في أرجاء مكة وأطرافها بأن محمدا مجنون، محمدا مجنون. وفعلا لقيه، وقال له، قال ضماد للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني رجل راقي، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ ما رأيك أقرأ عليك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لك في ذلك؟ وسبحان الله، هذه الكلمة كم هي مزعجة ومؤذية للإنسان. لو أتاه آت وقال له مثل هذه المقالة لا يمكن أن يحتملها الإنسان، لكن ماذا كان من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قد آتاه الله عز وجل الحكمة واللطف وحسن الدعوة والبعد عن الفظاظة والغلظة حتى في أشد الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت؟ قال: نعم. قال: تأذن لي؟ ثم بدأ عليه الصلاة والسلام فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرجل يستمع ويعرف كلام الناس ويميز بين كلام المجانين وكلام الكهان وكلام الشعراء، سمع كلاما عجيبا وقويا ومؤثرا. قال: أعد علي كلامك هذا. بدأ القلب يعي ويفهم، قال: أعد علي كلامك هذا. فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة، فقال: لقد سمعت كلام المجانين، ما هذا كلامهم، وكلام الشعراء ليس هذا كلام، وكلام الكهان ليس هذا كلامهم، وقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، أي مثل ما يقال بلغت الصميم، بلغت الصميم ودخلت الفؤاد. أعطني يدك وبايعك على الإسلام. وكان ضماد سيدا في قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عنك وعن قومك؟ قال: عني وعن قومي. وسبحان الله، كانت هذه التي هي خطبة الحاجة سبب إسلامه وإسلام قومه، سبب إسلامه